السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض المكرونه المحمره بطريقه سهله جدا، وهنعمل الفراخ المحمره. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه نقول بسم الله. انا هنا معايا حله على البوتاجاز، ابتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وابتدي ان انا انزل عليها باي نوع مكرونه التحمير، وابتدي ان انا احمر المكرونه كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما المكرونه اتحمرت معايا بالشكل ده ببتدي ان انا انزل عليها بثلاث فصوص توم مقطعهم شرايح، وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بفلفل مقطعهم مكعبات صغيره، وابتدي ان انا احمرها كويس جدا مع المكرونه، وانزل على المكرونه بمعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده، واكون مجهزه معايا شوربه الفراخ، وابتدي ان انا انزل بيها على المكرونه بالشكل ده واقلبها كويس جدا، وانزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، واسيب المكرونه تستوي معايا بالشكل ده. بعد كده ببتدي ان انا احمر الفراخ، اكون مجهزه معايا الطاسه بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل عليها بثلاث معالق كبار من السمنه البلدي، وابتدي ان انا انزل عليها بالزيت بالشكل ده. واول ما الزيت بدا يسخن معايا ببتدي ان انا انزل عليها بالفراخ واحمرها كويس جدا. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جربوا المكرونه بالطريقه دي هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه، ما بتاخدش معانا وقت، من الاكلات السريعه وطعمها جميل جدا. وده كده الشكل النهائي لاكلتنا النهارده. عملنا مع بعض المكرونه المحمره، وعملنا مع بعض الفراخ المحمره بالسمنه البلدي، وعملنا مع بعض السلطه الخضراء. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.